عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن ارباح اليوتيوب. انا عارف ان الفيديو ده العالم كله بيستناه بس مش مشكله. يلا بينا. مبدئيا يعني انتوا وحشتوني جدا والله. انا عارف ان انا غايب عنكم بقالي فتره بس عشان امتحانات، يعني مش عشان انشر فيديو على القناه مستقبلي دي، ففي اولويات. يا عزيزي المشاهد ايه اولويات؟ يعني رحت امتحنت وجيت لك على طول. انت اللي كنت استنيت ما تستناش. عمر نور انت انقطعت عن يوتيوب، انت نسيتني. انا نسيتك ده اسبوع يعني اعتبرني رايح مصيف، يعني ما صيفش عشان خاطركم يعني يا جدعان. مش عارف، ما انت بتروح تمتحن وترجع تتفرج عليا. المهم الفيديو بتاع النهارده هكلمك عن ارباح اليوتيوب، وهقول لك في اخر الفيديو او في نص الفيديو، يعني مش متاكد بصراحه، وقت ما مزاجي يجي بقى اقول انا كسبت قد ايه الشهر ده. بص يا عم، مبدئيا ما تنساش طبعا تعمل انت لايك، عشان عارف ان انت بتعمل كل مره تتفرج وتمشي. والله في ناس هنا بيقول لي 90% اللي بيتفرجوا عليك ما بيشتركوش في القناه. انا لو ملحد يعني مش بعلمكم حاجه وحشه مش هتعملوا كده. اشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك، نجيب درع صغنطوط كده نحطه ورايا هنا، نفرح كلنا يا اولاد، يكتب عليه عمر نور كده ويبقى درع فضه كده والناس اللي فاكره ان هو فضه قبل ما تحسد ان هو لسه ما جاش، ما تحسدوش. هو مش فضه، اللي هو فضه هو اسمه فضه لكن هو مش فضه، عشان درع الذهب الجرام دلوقتي ب 5000 جنيه، فالناس قاعده تحلم بقى يقول لك ده الدرع ده كبير ومفيش الكلام ده. هو مجازا هو ده اكنه فضه وده اكنه ذهب كده. يعني ما تركزوش انتوا في الماديات، يعني اتفرج وانت ساكت، خليك كده صافي من جوه. خد بالك، اعمل لايك واشتراك كده وفعل زر الجرس. طيب ارباح اليوتيوب عامة، قبل ما اقول لك ارباحي كام من اليوتيوب، لان انا عارف انت داخل تعرف وتمشي، انا ما اعرفش الفضول عند الناس كلها ليه مش عارف. خليني اقول لك اصلا احنا ازاي بنحسب ارباح اليوتيوب، واحنا كم مصدر بنكسب منه في يوتيوب، لان الناس فاكره ان مصدر واحد بس هو اعلانات. الموضوع ده مش صح. لو انت هتفكر تفتح قناه خد المعلومه مني بقى. مني انا حاسس ان انا قاعد في نص الكادر كده. بص يا صديقي، مبدئيا كده يا صديقي انت عندك 4 مصادر تقدر تكسب منه من على اليوتيوب. اول مصدر اسمه سوبر شات، ويعني قلت لي ايه السوبر شات ده؟ انا شخصيا لغايه دلوقتي انا مفعلها بس ما استخدمتوش. السوبر شات ده عايز حد بيعمل بثوث مباشره كتير، واحد بقى مثلا عنده قناه جيمنج بيعمل بث مباشر، الحاجات دي كلها. السوبر شات ده باختصار شديد هو عباره عن انت لو انت مثلا عندك قناه بتبث فيها مباشر، الحاجات دي كلها بتبث لعبه اي حاجه، بتتواصل مع الناس. الرسائل اللي انت بتبعتها للناس واللي هم بعتوها لك دي هي ده حاجه اسمها السوبر شات. السوبر شات ده بيكسبك فلوس. ما تسالنيش، انا ما استخدمتوش عايز المشاهد، بخش بقى اشوف حد بيكسب بالسوبر شات. فدي اول طريقه، والطريقه دي عامه هي حلوه للناس اللي بتعمل بثوث مباشره، لكن واحد زي حالاتي كحيان ما بيطلعش بث مباشر فمش هيكسب منها. الطريقه الثانيه وان انت تحط منتجاتك، وكل اليوتيوبرز حاطين منتجاتهم. انا ما اعرفش هم كلهم اشتغلوا بتاع بدل بقى، وواحد يشتغل بتاع تيشيرتات، انا ماليش في الموضوع ده خالص. ما بعرفش برضه ولا اطبع ولا ما بعرفش اعمل حاجه. انا عايز مشاهد، بص انا كحيان والله، تعرف مشاهدات في اخر فيديو تعيط جنبي، تقعد جنبي تعيط. فالحاجه الثانيه انت تعمل منتجاتك وتبيعها في الفيديوهات بتاعتك، بيبقى في تحت كده ممكن الناس تشتري منها، وغالبا بيكونوا مغلينها، وغالبا دي برده بتكون صور من صور الدعم، اللي هو مثلا تلاقي تيشيرت ب 3000 جنيه، اللي هو يعني ليه يا ابني ده تيشيرت ساده، فاهم؟ ده ب 20 جنيه في العتبه، يعني ليه حطوا ب 3000 جنيه؟ بس دي بتكون صور من الدعم، وعامه ما حدش بيشتري التيشيرتات دي. انا ريحت نفسي مين هيشتري تيشيرت ب 3000 جنيه؟ طب ما تيجي تدعمني على طول، يعني ليه تشتري تيشيرت وراح ابدلوك وتتعب الناس كلنا، فاهم؟ ومصنع ينتج وبتاع، ليه؟ ما تعالى دعمني، قول لي عمر انا عايز ادعمك وانا هقبل عادي، يعني انا بقبل عادي. المهم دي ثاني طريقه. في طريقه ثالثه، انضمام في القناه، هي اسمها كده طريقه الانضمام او الانتساب، يعني انت زي ما تسميها بقى. في ناس تقول لك لا اسمها انتساب، في ناس هو في الاخر هو نفس المعنى. انت بتنتسب في القناه، صاحب القناه بيديك شويه مميزات، زي عندي كده مثلا بديك شاره، اي تعليق انت بتكتبه بيبقى في المرتبه الاولى. وبالمناسبه شكرا جدا لناصر، انت لسه عندي في القناه، على دماغنا والله، على الطاقيه من فوق والله يا ناصر حبيبي، شكرا جدا 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 على دعمك. واتمنى الناس كلها تنتسب بقى، يعني انتسبوا، لان انا اصلا قررت ان اي حاجه، اي فلوس هتخش لي من الانتساب هجيب بيها اي حاجه هكتب على اسم اللي جابها. يعني مثلا انا المره اللي فاتت، المره اللي جايه ان شاء الله عايز اجيب رينج لايت، اللي هيدعمني واجيب رينج لايت ده هكتب على اسمه، يبقى انا كل ما قاعد كده رينج لايت ده كان جايب محمد، كتر خيرك يا محمد كده، يعني فاهمني؟ المهم ازاي بتنتسب في القناه؟ بتلاقي علامه كلمه كده اسمها انضمام، والانضمام دي بقى رتب، كل رتبه بتديك مميزات، وكل رتبه بفلوس غير الثانيه، والاشتراك ده بيبقى شهري يعني. دي طريقه ثالثه. في طريقه رابعه اللي هي الاعلانات بتاعت اليوتيوب، ودي اصلا محور الفيديو بتاع النهارده. الاعلانات بتاعت اليوتيوب دي تقريبا هي المصدر الوحيد والاساسي لاي يوتيوبر فاتح قناه على يوتيوب، هي تقريبا هو معتمد اصلا على دي ارباح الاساسيه. بنحسبها ازاي؟ حاجه اسمها سي بي ام. وما هو السي بي ام يا عمر؟ عايزين مش هقول لك، انا عارف انت جاموسه في اليوتيوب. السي بي ام عباره عن اليوتيوب بيدفع لك كام على 1000 مشاهده، يعني في 1000 واحد دخل الفيديو بتاعك انت تاخد كام بقى عايز المشاهد؟ فالمعلن طبعا بيدفع رقم، يعني المعلن مثلا ممكن يدفع دولار لكل 1000 مشاهده، يوتيوب هيديك دولار؟ فضيحه سبيل هو، يعني تعالى انت خد وامشي انا كيوتيوب. لا طبعا يوتيوب بياخد مثلا نص الارباح ولا حاجه. طبعا لو حد اتفرج من يوتيوب انا اسف، ده انا وجهه نظر، يعني بياخدوا ربع الارباح، يعني ما بياخدوش حاجه. يوتيوب ده غلابه يا جماعه، بالله عليكم انا واخد انذار، بالله عليكم تسيبوا القناه. عامه السي بي ام ده مثلا يجي يقول لك انت كعمر نور مثلا رصيدك كام من ال1000 ده، فيقول لك مثلا هديك ربع دولار. حلو، يبقى انت كل 1000 بربع دولار، يبقى انت عايز كل 4000 بتاخد دولار، فاهمني؟ وبيحسبوها لك كده بقى. طبعا في بتفرق طبعا على حسب الفيديو، يعني مثلا في محتويات زي محتويات التحديات دي بتكسب كتير جدا. اي حد بيتكلم عن ربح من يوتيوب ممكن السي بي ام بتاعه يوصل كل 1000 دولار، لكن محتويات زي حالاتي كده اللي هم اصلا مش عارفين يصنفوها ايه، انت بتعمل ايه يا ابني على اليوتيوب؟ ما بنكسبش. طيب دي الاعلانات. فمثلا واحد زي حالاتي ممكن تلاقي الفيديو مثلا، طبعا اي فيديو انت بتنزله قبل ما تدفع الربح ما بيجيلكش عليه فلوس، عشان المعلومه دي ناس كتير جدا 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 بتخش تسال فيها.
طب انا كان عندي فيديو جاب مليون مشاهده. طب ما هو يا ابني احنا بنديك فلوس على الاعلانات، فانت ال1000 اللي شافوا مليون واحد اللي شاف الفيديو قبل ما ادفع الربح ده شاف اعلان يقول لك لا. طب انت عايز فلوس ليه انت؟ ما يعقلوا الكلمه، يعقلوا الكلمه عشان يوتيوب بيضحك علينا كمصريين. ما بيدكش فلوس غير لما بينزل لك اعلان. خلاص هو فعل ربح عندك، بعد كده خلاص يبدا يديك بقى فلوس، لان هو بيشوف الاعلانات. حلو، ولو ظهر له مثلا اعلان واحد مش ظهر له اثنين، فكده المهم 1000 واحد دول ظهر لهم اعلانات تاخد عليهم فلوس. حلو حلو. احنا بقى كعمر خدت كام الشهر ده؟ يعني هوريك بالاثباتات بقى عشان انت ايه ما تقولش بقى ده بيمثل وبيغزل عينه. انا مش بغزل عيني، شوف عايز مش شوف عادي يعني. انا خدت حوالي كام؟ $4.91 واحسبهم لك بالمصري. استنى والله احسبهم لك بالمصري. بص عزيزي المشاهد، يعني قول $5 يعني 10 سنت انا مسامح فيهم، قول $5 في 50 بحوالي 250 جنيه في الشهر. يعني ايه بلاش والله 250 جنيه. يعني انا حرفيا بدفع نت 400 جنيه يعني ما بجيبش حق النت اللي انا بدفعه، والله ما بهزر. عشان الناس اللي فاكره ان انا مولعها على اليوتيوب يقول لك ده عمر نور ده يوتيوبر، ده تلاقيه ملياردير. ده ما كنتش قعدت هنا، انا قاعد على كرسي خشب والله. بص اهو، بص ده كرسي خشب ما فيهوش ظهر، حتى ظهري بفضل اعمل كده في الفيديو. فالناس اللي بتحسد على الفاضي ده انت عبيط، يعني انت بتحسد في حاجه مش مفهومه. انا لو شغال في محل كشري او مطعم هاخد مثلا سكه 4-5000 جنيه. انا من يوتيوب مثلا باخد 250 جنيه في الشهر. بس انا بعمل اليوتيوب لان انا بحب يوتيوب. يعني انت بتعمل حاجه شغفك فيها، بتكلم جد، يعني ده النقطه الوحيده اتكلم جد في الفيديو. انا بعمل حاجه انا شغفي فيها، جالي مشاهده، جالي 2 مشاهدات، جالي 3 انا شخص بحب ان انا اعمل فيديوهات، واحب ان انا اتكلم مع الناس، واحب الناس تتكلم معايا، فدي حاجه كويسه. وبرده ممكن بحين اخر على امل برده ان حد يخش يلعبك، ينتسب في قناه مثلا فيديك مبلغ بتاع تبدا تصور بنفسك كده يعني. فهي الدنيا كلها مش هذا وذاك. وبرده ممكن شهر تطور من نفسك جدا، ممكن شهر تكسب $100 كده يعني. طبعا انت ما بتاخدش ارباحك غير لما توصل $100، علشان الناس تقول لي انت بتسحب ال5 250. لا حتى 250 ما بشوفهمش والله. لازم الارباح بتاعتك توصل توصل $100 اللي هي حوالي 5000 جنيه. فانت بقى وصلتهم بعد سنه، وصلتهم بقى بعد شهر. وفي يوتيوبرز على فكره بيكسبوا $10000، دول مولعين، دول احسدوهم، دول بقى احط لهم قنواتهم في صندوق الوصف، دول نحسدهم كلنا بقى. فاللي انا عايز اقوله لك ان ايه، في قنوات بتكسب وفي قنوات لا. العبد لله ما بيكسبش، فده سبيل والله يا ابني. فانت لو جدع بخش انتسب كده، دفعنا كده بقرشين يا ابني، ربنا يعني ما يحطك في زنقه، واخد بالك. بس فهو ده الربح بتاعي، انا قلت لك حوالي $5 في الشهر. ويمكن برضو علشان اكون صريح معاك، انا الشهر ده ما عملتش فيديوهات كتير. يعني ممكن لو كنت عملت فيديوهات اكتر اكيد طبعا الربح بتاعي كان هيزيد. ومعظم فيديوهات الشورتس ما بتجيبش ارباح قوي. يعني انت ممكن الفيديو بتاعك يجيب مليون مشاهده على الشورت، تلاقي نفسك انت في الاخر جايب لك $10. اللي هو مليون مشاهده $10 يا كافر، ليه؟ فضائيين بتتفرج، فاهم؟ او يوتيوب بيحسبها كده. هو الشورتس بتبقى الفيديو لو اقل من 8 دقائق بيديك ارباح اقل بكتير لو الفيديو 8 دقائق. وده يفسر لك ليه مثلا تخش على الفيديو تلاقي مثلا الفيديو 8 دقائق وثانيه، اللي هو اللي سبحان الله الواد ده ظابط ال8 دقائق. هو لا، هو عايز ربح. ممكن يحط لك بقى يحشي لك كزبره في الاخر هو الفيديو قلت له معاه 6 دقائق، يحشي لك الدقيقتين دول كزبره محشي، فاهم؟ اي حاجه، المهم الفيديو يطلع على اليوتيوب 8 دقائق. هعمل يوتيوب كسبني بقى، هو ده الهدف بتاع يوتيوب. فده كان فيديو بسيط كده، يعني حاولت اعمله في اطار خفيف كده على قلبكم. ارباحي الشهر ده حبينا نعمله لكم عن ازاي بتكسب من يوتيوب، ازاي يوتيوب بيحاسبك. ويعني لو حابين تعرفوا اي حاجه ثانيه اكتبوا لي بس في تعليقات، انا فاضي الحمد لله، خلاص امتحانات. اتفضل لكم نعمل بقى ان شاء الله قاعدين مع بعض بقى لغايه ما نمتحن تاني المره الجايه. فاللي انا كنت عايز اقوله اصلا وهو ايه كنت عايز اقول ايه، نسيت والله. كنت عايز اقول كنت فاكر حاجه اقولها ده دايما بيحصل لي، يعني دي انا مش هشيلها. بس انا دايما باجي اقول حاجه في نص الفيديو الناس تقول لي اكتب سكريبت، انا اصلا بنسى. يعني بقى خلاص الفكره جات لي باجي اكتب سكريبت بنسى الفكره، فعشان كده ما بكتبش سكريبت. يعني اكيد انت فاهم. المهم طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. الفيديو اللي افتكرت الحمد لله، ثانيه واحده اقول اللي انا كنت ناسيه. الفيديو اللي جاي لو انت مهتم انا هعمل فيديو كامل ازاي تستلم ارباح يوتيوب من اول ما بتنزل لك، وابدا اقول لك ازاي بتتحسب اصلا على يوتيوب، وازاي بتروح ادسنس، وازاي ادسنس بيبعتها لك، وازاي بنختار الطريقه، وازاي بنروح الفرع نقبضها. فلو انت مهتم ما تنساش تعمل اشتراك في القناه علشان تشوف الفيديو اللي جاي بعينك كله. بالنسبه للناس اللي بتتكلم عن موضوع صبح السيوب جيمنج وبومبو والحاجات دي كلها، احنا مستمرين والله، مش مبطلين. كان عندي امتحانات لكن انا رجعت اهو وقاعدين فاضيين، ما تقلقوش من اي حاجه خالص. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتبقى دمار، وهنصلحهم يا زميلي، يعني هنصلحهم يا زميلي.